المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها أكثر من 5.7 مليار نفقة لإعانة أسر الشهداء. ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر. برامج مختلفة لأعضاء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية وجمعية سيارات الأجرة بمناسبة ذكرى الشهداء. زيارة بوتين لكوريا الشمالية تثير قلق سيول وواشنطن. الإنفاق على الأسلحة النووية يرتفع مع تصاعد التوترات العالمية. وفاة 11 شخص ونزوح آخرين نتيجة أمطار كثيرة في السلطنة. أهلا بكم مشاهدينا. أوضح مسؤول قسم رعاية أسر الشهداء في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد زرعي تخلآب لوكالة أنباء الرنا أن الحكومة أنفقت أكثر من 5.7 مليار نقفة لإعالة أسر الشهداء. وقال بأن برنامج العالة بدأته الحكومة عام 1995 وقدمت حينها مبلغ 10,000 بر لكل شهيد، وبموجب المرسوم رقم 137 لعام 2003 لتقديم الدعم باستمرار لأسر الشهداء، يتم تقديم مبلغ 500 نقفة شهريا بشكل منتظم منذ شهر يناير 2004. وقدمت حتى شهر أغسطس 2024 أكثر من 5 مليار و700 مليون نقفة. وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة تأهيل 1391 من زوجات الشهداء بالمواشي والمتاجر الصغيرة بحوالي 27 مليون نقفة. وفي إشارة إلى المساعدات التي يقدمها المواطنون في الداخل والخارج، قال السيد زرعي أنه تم توزيع أكثر من 180 مليون نقفة كدعم مالي على 21,103 أسرة. وأوضح بأن مكاتب الوزارة في كل مديرية تقوم بتحديد الأسر المحتاجة للعون ودراسة مجالات تأهيلها ومتابعة عملها. وذكر جميع المواطنين بالاقتداء بمبادرة موظفي المؤسسات الحكومية في إقليم شمال وجنوب البحر الأحمر لمساعدة أسر الشهداء الفقيرة. نظمت وزارة الزراعة ورشة عمل في أسمرة بمناسبة 17 من يونيو اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. شارك في ورشة العمل التي استمرت يوم واحد ممثلون عن وزارات الحكومات المحلية والاتحادات الوطنية ومؤسسات التعليم العالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن شركاء التنمية وخبراء الزراعة والمزارعين والجهات المعنية الأخرى. وقال المدير العام لقسم التنمية الزراعية السيد سمر المنسوم أن المناسبة التي يتم إحياؤها سنويا تذكر الجميع للقيام بدور إيجابي في الجهود المشتركة لإعادة التربة إلى وضعها السابق. وقالت السيدة نشيدا ستار ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذه المناسبة تمهد الأرضية لمناقشة برامج إريتريا في مكافحة التصحر والجفاف. وبحثت ورشة العمل أوراق عمل حول جدية ونهج وخبرة إريتريا في مكافحة التصحر وفقر التربة والجفاف والرصد والتنبؤ وتقييم تأثير أوضاع الجفاف وتقنيات مكافحة الملوحة وفقر التربة ودور نظم التشجير في مكافحة التصحر وفقر التربة والجفاف وأشجار النخيل ودورها في مكافحة التصحر والتغير المناخي. وقد جرت مناقشات مشتركة موسعة دارها كبار الخبراء الزراعيين ومشاهدة فيلم يعكس أنشطة الحفاظ على التربة والمياه في إريتريا، فضلا عن التقدم المحرز في بناء خزانات المياه. وقد تم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف للمرة 30 في العالم لرفع مستوى الوعي العام حول هذه القضايا. أقام أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى في الخدمة الوطنية وجمعية أصحاب سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط برامج متنوعة اليوم 18 من يونيو بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. ونظم أعضاء جمعية الدفعة الأولى للخدمة الوطنية مسيرة أغداد من بيت قرقيش حتى منطقة ماي دمنت، وقدمت عروض فنية. وقال رئيس الجمعية سيد جمال صالح أن أمانات الشهداء ستتجدد وتزدهر وسيقدمون كل المطلوب لتعيش الأجيال عزيزة مكرمة. وأشاد قائد هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الجنرال فيليبوس ولد يوهنس ووزيرة السياحة أسكالو مقريوس بالأعمال الفنية التي قدمها الأطفال والشباب ورثة الأمانة، والتي
عكست ذكرى العزة والمجد، داعيا لكافة الجهات الحكومية للمساهمة في إنجاح برامج الجمعية. كما نظم أعضاء جمعية السيارات الأجرة في الإقليم الأوسط برنامجا فنيا اليوم في منطقة ماي دمنت. من جانبه أشاد المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفيها بتوم بجمعية أصحاب سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط لمساهمتها في قيادة أنشطة التشجير في ماي دمنت. وقام أعضاء الجمعية بعد ذلك بالتبرع الطوعي بالدم بالتوجه من ماي دمنت إلى بنك الدم عبر الشوارع الرئيسية في أسمراء. تجدر الإشارة إلى أن جمعية أصحاب سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط يقدمون مبلغ 500 نغفة ل30 أسرة شهيد في إطار تعهدهم عام 2015 لإعالة أسر الشهداء. من جهة أخرى قدمت إدارة الإقليم الأوسط مبلغ 100,000 نغفة ل50 أسرة شهيد محتاجة كجزء من مساعداتها السنوية بمناسبة 20 من يونيو. من جهة أخرى أوضح المدير العام لقسم التلفزيون في وزارة الإعلام السيدة اسمنا شبرها في المناسبة التي جرت في قاعة هجر ميديا بوزارة الإعلام أن برنامج ذكرى الشهداء له مضامين كبيرة، باعتبار أن يوم الشهداء هو يوم نحيي فيه ذكرى الشهداء بفخر وامتنان. ودخل الحفل فعاليات قدمها أعضاء وزارة الإعلام وغيرهم من الفنانين المدعوين. نظمت في مديريات بارنتو ومنصورة وقلوج برامج لإحياء ذكرى الشهداء تضمنت أنشطة نفير وإعانة أسر الشهداء. وأفادت المعلومات الواردة بأن موظفي المؤسسات الحكومية قدموا 200,000 نغفة ل100 أسرة شهيد في مديرية بارنتو. وقال مدير المديرية السيد أسفاء الأنبهتان أن البرنامج يبعث على الارتياح لمنظميه ويعكس الاهتمام بأسر الشهداء. وقال المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم نقاش السيد قبر سلاسي نقاش أن مساعدة أسر الشهداء تعتبر وفاء لأمانة الشهداء. كما جرت في مديرية منصورة عملية توزيع لمبلغ 34,000 نغفة تبرع بها موظفو الحكومة على أسر الشهداء الذين تم تحديدهم في ضواحي منتاي وحركوك ومنصورة. ودعا مدير المديرية السيد تادسي قبر قريش للاقتداء بالمبادرة. وفي مديرية قلوج قام السكان وعمال المؤسسات الحكومية وأعضاء الشرطة بنفير في مقبرة الشهداء. وقال مدير بلدة قلوج السيد علي سعيد حسن أن النفير شمل زراعة وسقي أشجار الشهداء وإعداد الحفر للتشجير. قام الموظفون وطلاب وعمال كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في مدينة عد قيح بنفير لرعاية وسقي الأشجار في مقبرة الشهداء. كما قام سكان ضواحي هداو وحشملي وعنابعور وحينبا بحملة نظافة بمناسبة يوم الشهداء في الفترة من 7 وحتى 14 من يونيو. ونظم في ختام هذه الأنشطة برنامج فني بعنوان ذكرى العزة. كما نظمت حملة توعية للتبرع الطوعي بالدم. من ناحية ثانية عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية قالا نفحي سمينار لطلاب مدرسة إبراهيم سلطان الثانوية تمحور حول كتاب 18 دقيقة من عملية الكوماندو الإريتريين للكاتب سلمون درار. وقال السيد سلمون أن من لا يملك تاريخ ليس له مستقبل، موصيا الطلاب للتعرف على تاريخهم جيدا وتسلم أمانة الشهداء. كما عقد المناضل محمد نور إدريس سمينار لطلاب مدرسة ماي نفحي الثانوية حول الحملة السادسة والتضحيات المقدمة لإفشالها. وفي غضون ذلك تبرع سكان مديرية قودايف بالدم لتنمية محتوى بنك الدم. وقالت مديرة المديرية أن البرنامج ينفذ مرة واحدة في العام بالتفاهم مع بنك الدم. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أثار إعلان موسكو وبيونغ يانغ عن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية أثار قلق دول عديدة، إذ عربت الولايات المتحدة عن قلقها من التقارب بين البلدين، في حين قالت كوريا الجنوبية أنها تراقب الوضع عن كثب. وأصدر الكرملين بيانا قال فيه أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وأوضح البيان أن فيتنام ستكون المحطة الثانية للرئيس الروسي بعد زيارته لكوريا الشمالية. وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية أن روسيا وكوريا الشمالية قد توقعان اتفاقية الشراكة تغطي مسائل أمنية خلال الزيارة، مشيرا إلى أن الاتفاقية ليست موجهة
ضد أي دولة أخرى. يذكر أن علاقات البلدين توطدت منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مما أقلق الولايات المتحدة وحلفاء لها في أوروبا وآسيا. تعمل الدول المسلحة نوويا على تحديث ترساناتها في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة عبر العالم، مع زيادة إنفاقها في هذا المجال بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس الماضية، وفق ما أظهره تقريران. وأظهر تقرير صادر عن منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن الدول التسعة التي تملك أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية، أنفقت في المجموع 91 مليار دولار لتحديث ترساناتها. وبين التقرير على قرار تقرير آخر صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن هذه الدول زادت بشكل كبير من إنفاقها فيما تقوم بتحديث وحتى نشر أسلحة نووية جديدة. وأظهر تقرير المعهد أن العدد الإجمالي المقدر للرؤوس الحربية النووية في العالم انخفض إلى حد ما، وبلغ 12,121 مطلع هذا العام، بعدما كان 12,512 في العام السابق. أودت الأمطار الغزيرة التي تضرب سلفادور بحياة 11 شخص، وأجبرت أكثر من 880 آخرين على الإخلاء، وفقا لما ذكرته اللجنة الوطنية للحماية المدنية. وقال لويس ألونسو أمايا مدير الجهاز الوطني للحماية المدنية في مؤتمر صحفي أن 3 أسر سقطوا بين الضحايا، موضحا أن عددا من الأشخاص توفوا نتيجة سقوط الأشجار. وقال وزير الداخلية خوان كارلوس أن الحكومة وفرت المأوى ل 882 شخص، من بينهم 443 بالغا و439 قاصرا نزحوا من ديارهم. وقالت الحكومة السلفادورية أن الأمطار تسببت حتى الآن ب 42 انهيارا طينيا. بدأت روسيا مناورات بحرية في المحيط الهادي تشمل تدريبات على عمليات مضادة للغواصات وللضربات الجوية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان. وتستمر هذه المناورات التي يشارك فيها نحو 40 زورقا وقاربا وسفينة، بالإضافة إلى نحو 20 طائرة ومروحية، من 18 إلى 28 من يونيو في مياه المحيط الهادي وبحر اليابان وأوخستك في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أوضحت وزارة الدفاع الروسية. ويظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة الكثير من السفن والغواصات تبحر قبالة بحر اليابان في فيلادوفستيك، الميناء الرئيسي للأسطول الروسي في المحيط الهادي. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. أكثر من 5.7 مليار نخفة لإعالة أسر الشهداء. ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. برامج مختلفة لأعضاء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية وجمعية سيارات الأجرة بذكرى الشهداء. زيارة بوتين لكوريا الشمالية تثير قلق سيول واشنطن. الإنفاق على الأسلحة النووية يرتفع مع تصاعد التوترات العالمية. ووفاة 11 شخص ونزوح آخرين نتيجة أمطار غزيرة في السلفادور. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.